السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم طلاب جريد 4 عاملين ايه؟ النهاردة يا ولاد هناخد مع بعض آخر ليسون في كونسبت 1. هو طويل شوية الكونسبت ده بس خلاص اللي جاي ان شاء الله هيكون أقل. يلا نبدأ مع بعض الليسون بتاعنا. في الليسون بتاعنا يا ولاد هنعرف ان ازاي الساينتست يعني العلماء من خلال ريسيرشز كتيرة عملوها عرفوا ازاي الكائنات المختلفة قدرت تتكيف، يعني تعمل adapt مع الانفايرومنت اللي حواليها، وبكده عرفوا يساعدوا أنواع كتيرة جدا كانت معرضة لحاجة اسمها الانقراض، كانت مهددة بالانقراض. بنسميها ايه يا ولاد؟ endangered species، يعني حيوانات أو كائنات أنواع مهددة بالانقراض، إن هي تقدر إن هي تعمل survive، إن هي تكمل وتعيش. تمام. تعالوا كده ناخد مع بعض example الكلام اللي بنقوله ده لأنواع من الكائنات دي. عندنا حاجة يا ولاد اسمها amphibians. يعني ايه؟ يعني البرمائيات، بالعربي اسمها برمائيات. يعني هي كائنات ربنا خلاها تقدر تعيش على الأرض وكمان تقدر تعيش على في المية، فبنسميها برمائيات. بر يعني الأرض يا ولاد، اسمها برمائيات. الكائنات دي ربنا مديها القدرة ان هي تقدر تعيش في المية وتقدر تعيش في الايه على الارض. يبقى لو جينا شفنا الديفينيشن بتاعها، amphibians اللي هي ايه؟ they are small animals that ايه تعمل ايه life on land and on a water. ماشي، بتقدر تعيش في الايه في اللاند وفي الووتر. such as زي ايه؟ زي حاجة اسمها الفروجز. عندنا طبعا كلنا عارفين فروجز يعني ضفدعة. ماشي، والتوتس هي برضو نوع من الضفادع بس شكلها مختلف. الفروجز يا ولاد، الفرق ان الفروجز بيكون الجلد بتاعها ناعم من فوق، ورجليها اللي من ورا بتكون طويلة شوية، وبتبقى بتقفز كده، بتنط، يعني عندها القدرة ان هي تنط. التوتس بتكون ضفادع، بيكون الجلد بتاعها بيكون سميك خشن زي ما انت شايف في الصورة كده قدامك. تمام، وبتكون يعني هي مش بتمشي اكتر ما هي بتنط. ده الفرق ما بين الفروجز والتودز. هو مش عندك، مش مطالب بيه، بس دي معلومة عشان تبقى عارف الفرق ما بين الصورتين هنا. وحيوان اللي بنسميه ايه؟ السلمندر ده برضو من الايه amphibians. كل الاكزامبلز اللي قلناهم دول يا ولاد، دول كان ايه؟ بيقدروا ان هم يعيشوا في الايه moist، يعني أو wet environment، يعني بيئات تكون رطبة. زي ايه؟ زي الرين فورست والووتر ستريم والايه والبونز. بتقدر تعيش في الأماكن اللي زي كده اللي بيكون فيها مية. تمام. طيب احنا عندنا الهيومنز، احنا متفقين الهيومنز يا ولاد زي ما خدنا بيتنفس بايه؟ برافو عليكم، احنا قلنا بنتنفس بالايه؟ باللونجز. وبرضو الادلت amphibians برضو بتستخدم كان بريس يوزنج ايه؟ lungs، بالرئة برضو. بس مين اللي هو الادلت منها؟ adult يعني الكبير البالغ منها. الامفيبيان الكبيرة بتتنفس عن طريق ايه؟ اللونجز، عن طريق الرئة. لكن بيكون برضو ده لما تكون هي على الأرض، بصوا on ايه land، لما تكون موجود على اللاند. لكن amphibians برضو also can بتعمل ايه؟ take oxygen from water. ربنا مديها القدرة ان هي تقدر كمان تاخد الأكسجين من الووتر. يعني هي بتقدر ان هي can breathe، اللي بتاخد الأكسجين عن طريق اللونجز. ده لما تكون عايشة فين؟ on land، تمام، على الأرض. وكمان amphibians بتقدر ان هي take الأكسجين from water. طب ازاي؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. ربنا خلق لها structure مختلف كده شوية. amphibians يا ولاد، ماشي، بتعمل breathe in، ان هي تعمل respire، تتنفس through اللونجز، من خلال اللونجز بتاعتها، الرئة بتاعتها and skin، والجلد بتاعها. ليه؟ to adapt to، ان هي تقدر تعمل to live، ان هي تعيش، ماشي، on land and in a water، ان هي تقدر تعيش في الووتر واللاند مع بعض. ان هي تقدر تعمل ايه؟ تعيش في الووتر واللاند، يعني تقدر، عندها القدرة ربنا خلي لها تقدر تعيش هنا وهنا. تعالوا نشوف كده مع بعض ازاي. عندنا في التيبل اللي قدامنا ده، في الجدول كده، عندنا لما يحصل breathe in through lungs بتستخدم، لو هي هتتنفس عن طريق التو lungs بتاعتها، عن طريق الرئتين، ده لازم تكون هي فين؟ on land، على الأرض، يعني تكون هي موجودة فين؟ on land. amphibians inhale
يعني بتستنشق الأكسجين، بتاخد الأكسجين gas from مين؟ from air من الهوا اللي حواليها through their lungs من خلال اللونجز بتاعتها، الرئة بتاعتها. يبقى هي لو هي موجودة على الأرض on land بتستخدم بتستخدم الأكسجين اللي موجود فين؟ في الair. ماشي، عن طريق مين؟ اللونجز. برافو عليكم. يبقى هنا لازم أكون عارف 3 حاجات، إن هي عايشة فين؟ on land. برافو. إيه تاني؟ إن هي بتاخد أكسجين from air، تاخد الأكسجين من من الair، وإن هي بتستخدم العضو اللي بتستخدمه، الorgans اللي بتستخدمه؟ الlungs. برافو عليكم. ده في حالة إن هي موجودة على الأرض، ناخد بالنا كويس يا ولاد، لو هي موجودة فين؟ على الأرض. طيب لو هي موجودة في الwater، لو هي موجودة في الwater هي بتعمل الbreath، بتاخد تتنفس من خلال الskin. تعالوا نشوف كده، نشوف مع بعض. الbodies بتاعة الamphibians are covered with skin، مغطاة بجلد ماله that allow water، بيسمح بالwater and gases، المية والجازز to pass through، إن هو الجلد بتاعهم بيخلي المية الأكسجين يدخل عن طريق السكين بتاعها، عن طريق الجلد. so they can absorb، يعني تعمل extract. احنا قلنا extract يعني تستخرج، يعني تمتص الأكسجين، تمام، directly from water، تاخد الأكسجين مباشرة من مين؟ من الووتر. احنا خدنا مين قبل كده يا ولاد بياخد الأكسجين من الووتر؟ برافو عليكم. زي مين؟ زي الفيش. الكائنات اللي بتعيش في المية بتاخد الأكسجين بتاعها منين؟ من الووتر. برافو عليكم. لكن الكائنات اللي بتعيش على الأونلاند، على الأرض، بتاخد الأكسجين من الإير اللي حواليها، من الهواء. دي ملحوظة لازم انت تبقى عارفها. طالما لو هو كائن موجود في المية بياخد الأكسجين from water، تمام. لكن لو موجود on land على الأرض بياخد الأكسجين from air، تمام. يبقى أنا هنا هو التوت دي أو أي نوع من الأمفيبيانز موجود في الووتر، موجود في المية، يبقى هيستخدم هيستخدم السكين بتاعه عشان يتنفس، هيستخدم الجلد. وهياخد الأكسجين منين؟ هياخد الأكسجين من من المية. برافو عليكم. يبقى عرفنا الكومبير دي، لأن أنت لازم تبقى عارف لو هو موجود على الأرض هيستخدم هيستخدم اللونج بتاعته، هيستخدم الرئة، وهياخد الأكسجين منين؟ from air. برافو. لكن لو موجود في المية هيعمل في المية؟ يبقى هيستخدم السكين، هيستخدم الجلد، هيتنفس منه. وهياخد الأكسجين منين يا ولاد؟ مفيش هواء مفيش هواء حواليه، لكن موجود مين؟ موجود ووتر. هو احنا خدنا من السيشن اللي فات انه بيستخلص، بيعمل ابزورب، بيستخرج وبيمتص الأكسجين من المية وبيتنفس بيها، تمام. الفرق ده لازم تبقى انت عارفه ومميزه كويس قوي. طيب طالما هو بقى الamphibians هي بتبقى محتاجة، هي بتتنفس من الwater لو هي في المَيّة، يبقى كده إحنا محتاجين برافو عليكم، هو محتاج clean water، هو محتاج مَيّة نضيفة عشان إن هو يستخدم المَيّة. لو هو في المَيّة عايز مَيّة نضيفة عشان ياخد منها أكسجين نضيف ما يضرهوش. طيب لو هو موجود على الland، لو هو موجود على الأرض، يبقى محتاج clean air عشان يقدر يتنفس هوا نضيف ويفضل سليم وhealthy، stay healthy، صح؟ ليه؟ عشان هُم بياخدوا الأكسجين منها، لإن في حاجات معيّنة كده بتأثّر طبعًا على الهوا زي ما إحنا خدنا قبل كده في الsession اللي فات. عندنا الwater pollution، تلوث المَيّة بيأثّر طبعًا على الamphibians. الair pollution، تلوث الهوا. وعندنا إيه تاني؟ الviruses اللي that can travel through water، يعني الفيروسات اللي بتكون لو المَيّة ملوثة بيكون مليانة فيروسات. فالفيروسات دي الviruses دي بتعمل بتعمل تلوث، ممكن تأثّر على الصحة بتاعة مين؟ الamphibians. فالحاجات دي كلّها دي عوامل بتأثّر على بتأثّر على الamphibians اللي هي الكائنات الموجودة، سواء كانت موجودة على الأرض أو موجودة فين؟ في المَيّة، تمام كده؟ تفتكروا كده يا ولاد الscientists ليهم دور إن هم يحموا الamphibians دي من يحصل لها أي ضرر، أو يحصل لها extinction، يحصل لها انقراض أو حاجة من الكلام دوّة؟ طبعًا هم ليهم دور of the role of scientists to protect many types of amphibians from extinction. وإحنا قُلنا إن extinction يعني الانقراض.
إن إيه دور العلماء يا ولاد في إن هم يحموا الكائنات دي اللي هي الamphibians من إن هي يحصل لها extinctions. تعالوا كده نشوف scientists اللي هم الbiologists اللي هم العلماء الأحياء يعني اللي مختصين بالأحياء الكائنات الحية بصفة عامة are working to save إن هم بيشتغلوا دايمًا على إن هم إزاي يحموا many types of amphibians from extinction إن هم يحموا كتير من الamphibians إن هم يحصل لهم انقراض. إزاي، تفتكر إزاي؟ by studying إن هم بيدرسوا إيه how أول حاجة how amphibians interact with their environments يعني بيقعدوا يدرسوا يشوفوا إزاي الكائنات دي اللي هي الamphibians إزاي بتتفاعل مع البيئة اللي حواليها وإيه الحاجات اللي هي بتبقى محتاجاها وإيه الحاجات اللي هي متضررة منها. ده دراسة من الدراسات اللي بيعملوها العلماء طول الوقت عشان يحافظوا عليهم من إن هم يحصل لهم ضرر أو انقراض. والfactors which cause air and water pollution بيشوفوا إيه العوامل factors يعني عوامل ماشي which causes air بتسبب الair والwater يحصل لهم pollution يحصل لهم تلوث that affect the life of mean amphibians يعني الحاجات اللي بتأثر على الحياة بتاعة amphibians يشوفوا يدرسوا إيه العوامل والأسباب اللي بتأثر على حياة تلوث المَيّة والهوا اللي بيأثروا على الamphibians لإن إحنا قُلنا الamphibians هي بتعيش في المَيّة وبتعيش في المَيّة وفي الأرض فلازم يشوفوا إيه الحاجات اللي بتلوث الair وبتلوث الwater عشان يحافظوا عليهم ما يحصلهمش ضرر. بيدرسوا إيه كمان what makes these animals اللي هي الamphibians sick إيه اللي بيخلّيها تبقى مريضة in their environments إيه الحاجات اللي تخلّيها مريضة في البيئات اللي عايشة فيها. دي كل الحاجات دي جهود العلماء ودورهم في إن هم يقدروا يحافظوا على الamphibians إن يحصل لها extinction اللي هو معناها الانقراض. تفتكروا يا ولاد إحنا كpeople كhuman إحنا لينا دور في إن إحنا نعمل protection للamphibians from extinction إن إحنا نحافظ عليها من الextinction من الانقراض؟ طبعًا لينا دور. تفتكروا يا ولاد إحنا كhumans كpeople لينا دور في إن إحنا نحافظ على الamphibians from extinction؟ How do people help in protection of amphibians from extinction إزاي دور الإنسان أو الhuman في إن هما الناس إن هي تحافظ عليها من الانقراض إن إحنا نخلي clean air and water are important from for amphibians نظافة المية والهواء مهمين جدا للamphibians so people should يبقى ده لذلك يجب علينا avoid إن إحنا نمنع avoid يعني يمنع throwing waste materials in water إن إحنا نمنع إلقاء المواد المخلفات في المية عشان نحافظ على المية نضيفة. تمام كمان dispose of chemical يعني نتخلص من الكيميكالز من المواد الكيميائية in a correct way يعني بطريقة صحيحة ده بيعمل helps avoid water pollution ده بيساعد في منع التلوث بتاع المية. تمام يبقى ده الدور بتاع الهيومن او البيبول ان احنا نحافظ على المية من ان هي تبقى نظيفة عشان ما نأذيش الامفيبيانز وما يحصلهاش extinction. في عندنا نوت يا ولاد بتقول ان حوالي 90 species ماشي of amphibians have become حصل لها extinctions حصل لها انقراض في امتى في the last 20 years in the last 20 years في آخر 20 سنة حصل إن في انقراض حصل حوالي 90 نوع من من الكائنات من الامفيبينز بسبب طبعا عوامل مختلفة حصل لها انقراض بالإضافة in addition to 124 other endangered species وفي عندنا 124 نوع تاني مهددين بالانقراض فاحنا طبعا لازم يكون في دور للعلماء ودور للإنسان أو الهيومنز إن هو يقدر إزاي إن هو يحاول ويسعى دايما إن هو
يخلّي البيئة اللي بتعيش فيها الamphibians دي clean ونضيفة عشان تفضل الamphibian دي healthy وتفضل تستمر وما يحصلهاش أي damage أو يحصل لها extinctions إن هي يحصل لها انقراض وتختفي. ده دور العلماء ودور الإنسان في إن هو يحافظ على كل الكائنات الحية زي ما اتفقنا إن في أعداد كبيرة أوي من الorganism بتكون مُعرّضة إن هي تختفي تمامًا بسبب اختلاف البيئات، وإن هي في تغيُّرات بيئية بتحصل باستمرار، فده بيأثّر على استمرارية الكائنات دي، فإحنا لازم العلماء الhumans الإنسان لازم يكون ليه دور في إن هو يحافظ عليهم ويحميهم من من الانقراض وإن هو يختفي تمامًا. وده الlesson بتاعنا وكان سهل وبسيط، إحنا زي ما اتفقنا هنذاكره كويس ونحفظ الكلمات الجديدة علينا في الlesson ونحل exercise كتير وإن شاء الله الدرس هيثبت في دماغنا ومش هننساه تاني أبدًا. أشوفكم على خير إن شاء الله في الsession الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.